الشاورما المصري من الاكلات السريعة وسهلة جدا في التحضير في البيت. هعملها معاكم خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. عندي هنا نص كيلو لحمة متقطعة تقطيعة شاورما، بتبلها بملح وفلفل ورشة قرفة، بس حاجة بسيطة خالص وما بكترش القرفة، وبحط ربع كوباية خل وبقلبها كويس وبسيبها على جنب. مش شرط تسيبيها منقوعة كتير، يعني تقدري تستخدميها على طول، او انا بس سبتها لغاية لما احمر قطع اللية. دي لية ضاني، اللي هي الدهن الضاني بتاع الخروف. بسخن الصينية كويس جدا وبعدين بحط فيها اللية، بتبتدي تتحمر وبتنزل الدهون بتاعتها، وهو ده اللي بيدي الشاورما الطعم بتاعها اللي احنا عارفينه. بعد كده بنزل عليها بالخليط بتاع اللحمة. بسيبها لغاية لما اللحمة تستوي كويس، وزي ما انتوا شايفين اخدت لون وما بقاش فيها سوائل خالص، السوائل بتاعتها كلها نشفت. ومعايا هنا بقدونس وكم ورقة نعناع كده، نعناع فريش، لو مش موجود مش مشكلة النعناع، وبصل متقطع شرايح رفيعة خالص، وطماطم. وهنزل بكل الخضار ده على الشاورما بعد ما استوت وخلاص اتأكدت ان هي استوت كويس جدا. انا بطفي عليها النار وببتدي احط الحاجات دي واقلبها مع بعضها. زي ما انتوا شايفين حطيت كل الخضار، مش مهم الترتيب بتاعه ايه، مهم انه كله مع بعضه. وبعد ما بحط الخضار وكل الحاجات دي بغطيها وبسيبها شوية، وبعدين بتكون جاهزة. طبعا نقدر نحطها في سندوتشات، او ممكن نعملها فتة شاورما زي اللي برضو بناكلها بره، بتبقى رز وعيش وموجود عليها الشاورما، وطبعا بيبقى معاها سلطة طحينة جميلة ولذيذة جدا. برضو سهلة نعملها في البيت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. اشوفكم على خير بإذن الله الفيديو الجاي. مع السلامة.